ازيك يا عزيز الاهلاوي، وحشتني كتير والله. ماتش النهارده بلغه الكابتن كده الله يرحمه محمود بكر ما يلزش، بس خدنا اللي احنا عايزينه. 3 نقط مهمين جدا، والاهلي مركز بشكل حلو جدا في ماتشات الدوري تحديدا. غايب عنك بقاله سنتين وعايزين نحسم بدري بدري، وفي الوقت الحساس اللي احنا فيه ده كنا دايما بنخسر البطولات بسبب الكام ماتش اللي بنلعبهم في الوقت ده. حلو قوي 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 ان انت مركز بنسبه 100% تقريبا، وبتجيب اللي انت عايزه من كل الماتشات، لان انت خلاص داخل في الامتار الاخيره والحسم بتاع معظم البطولات اللي داخلها. من غير رغي كتير بقى، اخبط اللايك المتين يا باشا واعمل شير للحلقه، ويلا بينا ندخل في الحلقه. ماتش النهارده الفريقين بيلعبوا 4-3-3. كابتن احمد سامي عارف الاهلي كويس ومدرب محترم طبعا، والنادي الاهلي الحقيقه كان باين بمنظر سيء جدا معظم اجزاء الماتش. تعالوا بقى نبص واحده واحده ايه الاسباب اللي ادت لكده. اول حاجه طبعا الروتيشن اللي مستر كولر مستمر ان هو يعمله، لان انت داخل زي ما قلنا في مرحله حسم وعندك اصابات كتير، فما قدامكش غير ان انت تعمل كده. والحمد لله ان مستر كولر قدر يوصل بقوام للنادي الاهلي يخلي اللي قاعد بره ما نقدرش نقول ان هو زي اللي جوه في الملعب، ولكن بتحصل منه على نفس النتائج اللي انت عايزها. ما بتخسرش، بتحافظ على شباكك نظيفه، بتاخد كل نقطه من الفرق اللي انت المفروض تجمع منها نقط. والحقيقه احنا كجماهير مش عايزين اكتر من كده في الوقت ده. ولكن طبعا الروتيشن ده ليه اثر على الانسجام. لو مدرب مين في الدنيا مش هيقدر يحقق لك الانسجام 100% عن طريق الاساسي زي الاحتياطي. راجل يا طيب، انت النهارده بتلعب بجبهه فيها خالد عبد الفتاح باك شمال وقصاده محمد شريف وينج ليفت، لا ده بيلعبها ولا ده بيلعبها، والاثنين ما لعبوش مع بعض قبل كده اصلا. اقصد في الحته دي طبعا غيابات كتير للعيبه اساسيه، حمدي فتحي وحسين الشحات، اليو ديانج راجع بعد فتره كبيره قاعد على الدكه. كل ده ادى الى عدم انسجام بين اللعيبه في الملعب. النقطه الثانيه ودي يمكن الاسوأ من الروتيشن وموضوع الانسجام، وهو الميس باص. كل اللعيبه تقريبا النهارده مش عارفه تطلع كوره عدله من رجليها. حتى مروان عطيه اللي ماشي بسم الله ما شاء الله من ساعه ما جه الاهلي ما نقدرش نقول عليه حاجه، النهارده يمكن من اقل ماتشاته. والتفنن طبعا في خط النص في الميس باص تحديدا، وبالذات طبعا عمرو السوليه واليو ديانج. وعمرو السوليه النهارده واحده من اسوأ ماتشاته بقاله فتره. عمرو السوليه بعيد عن مستواه، فده طبعا ادى ان شكل الاهلي يكون وحش. مستر كولر كمان رغم ان هو بيغير في اللعيبه، لكن هو بيحاول يحافظ على السيستم اللي حاطه للفريق. فبرضه زيادات نص الملعب في انصاف المساحات سواء كان عمرو السوليه واليو ديانج كانت بتتعمل الماتش ده، ولكن طبعا مش هيأدوها لك بنفس الكفاءه اللي بيعملها حمدي فتحي. شفنا اليو ديانج النهارده طالع في واحده في الدقيقه الثانيه وعامل كره حلوه جدا لكهربا على ال6 يارده، ولكن يشيلها لهاني سليمان. والنقطه الاخيره طبعا ان انت ما بتلعبش هوا، انت بتلعب فريق سموحه معاه مدرب محترم عامل تكتلات بشكل كبير جدا، بيلعب في حوالي 30 40 يارده. فكل العوامل دي ادت ان النادي الاهلي يكون منظره مش قد كده، والماتش تقريبا ما فيهوش اي متعه. كل اللعب منحصر في نص الملعب. صحيح ما بيجيش عليك كور خطر، بس برضو انت ما قدرتش تعمل كميه الفرص اللي كنت بتعملها في الماتشات اللي فاتت. ورغم كل ده انت وصلت بكورتين كنت ممكن تطلع الشوط الاول بنتيجه اعلى كتير جدا من 1-0. الكره بتاعت كهربا اللي في اول دقيقه اللي ضاعت، وكره ثانيه شوطه من السوليه من بره ال 18 يشيلها لهاني سليمان ترد البيرسي تاو اللي كان متاخر ثانيتين كده ويلحقها مدافع سموحه. لو اي كره من الكورتين دول جت مع الكره بتاعت محمد شريف اللي حطها جون كان زمانك خارج 2-0، واعتقد الماتش كان ممكن يبقى شكله ألذ شويه لحد الدقيقه 28 ويجيب محمد شريف جون محترم جدا. وبرده هنسب الفضل ليه لمستر كولر، لانه قعد يجرب في الماتشات اللي فاتت محمد شريف كوينج في اخر الماتشات كده، واستقر ان هو هيلعب بيه النهارده، والراجل اداله وسجل جون حلو جدا جدا. والميزه هنا بقى في خلق المساحات، وده اللي بيعمله مستر كولر بزيادات نص الملعب، سواء كان ديانج او السوليه بيشدوا معاهم الباكات فبيفضوا مساحه. النهارده اتفضت المساحه لمحمد شريف اللي بقى لوحده خالص، واتلعبت له من محمد هاني عشان يركنها ار2 ببطن رجله. محمد شريف ما شاء الله بيلعب برجليه الاثنين زي بعض تقريبا، ويحطها جامده ومركونه وفيها دقه، ما يقدرش يعمل لها حاجه لهاني سليمان عشان تبقى 1-0. يعني الشوط ده تقريبا ما فيهوش حاجه غير جون اللافندي، الشوطه بتاعت السوليه، وعلينا ما كانش فيها جماد باستثناء الكوره اللي عملها مروان عطيه ميس باص تتقطع من محمود متولي وتروح انفراد لحسام حسن يحطها بشماله، ولكن ينقذها محمد الشناوي. الكوره جت في وشه كده. فيما عدا ذلك شوط ممل ما فيهوش اي حاجه، ويخلص الشوط الاول 1-0. يلا بينا نروح على الشوط الثاني. واحده من اهم العيوب اللي كانت بتقابل النادي الاهلي السنين اللي فاتت هي ان انت تبقى خاطف جون في الشوط الاول وتيجي في اخر الماتش تتعادل، ودي ضيعت نقط كتير قوي من مستر بيتسو موسيماني. الحقيقه مستر كولر متنبه جدا للنقطه دي السنه دي، والنادي الاهلي دايما ما بيكتفيش بهدف وبيحاول يعزز الجون باثنين وثلاثه، وده مريحنا كتير جدا في الماتشات. حتى النهارده في الماتش السيء اللي قلنا عليه النادي الاهلي مش مأدي بشكل كويس، قدرنا ان احنا نكسب 2-0 مع نقطه مهمه جدا، ان انت ما بقتش تستقبل اهداف رغم ان الدفاع بيتغير وفي روتيشن والباكات بتتغير. ولكن حتى هذه اللحظه الحمد لله مستر كولر قدر الى حد كبير يظبط شويه نقطه الدفاع اللي كانت عامله لنا قلو، بالذات بعد ما رجعنا من كاس العالم للانديه. في الدقيقه 66 كهربا يضيف الجون الثاني. كهربا بسم الله ما شاء الله مستمر في التالق، والحلو في كهربا قوي نقطتين: نقطه التمركز بتاعه
والاماكن اللي بيتوقع الكره تجيله فيها. والنقطه الثانيه ان هو ما بيتفزلكش، خلص وشوط من غير توقيف ومن غير رجله حساسه كده على الجون. واحده من احسن الانطلاقات اللي شفتها للعيب في النادي الاهلي من فتره كبيره قوي. كهربا ان شاء الله بعد ما الموسم ده يخلص على خير هيكون واحد من اهم الاسباب اللي ادت ان النادي الاهلي ان شاء الله يحصد كل البطولات اللي هيشارك فيها. هنتكلم شويه عن كهربا في الاخر لان الراجل ده عامل صداع. والجميل في الجون برضو انه اسيست من محمد هاني اللي زاد واخترق المره دي في انصاف المساحات. محمد هاني الحقيقه عامل ماتش محترم جدا سواء دفاع او هجوم النهارده. نتيجه 2-0 خلاص مستر كولر اطمن للدنيا، يبدا يعمل تغييراته عشان يريح اللعيبه. وفي الوقت بدل الضايع كره ملهاش اي 30 لازمه من محمد الشناوي يدي بوكس كده للاعيب فريق سموحه ويطرد طرد مستحق ويخلص الماتش بنتيجه 2-0. يلا بينا نروح على الملاحظات. النقطه الاولى واللي كانت ملحوظه النهارده نقطه الميس باص واللي ساهمت بشكل كبير جدا في شكلنا انه يظهر بالشكل ده. ما اقدرش الوم فيها على كولر حتى لو غير في اللعيبه، انت اللعيبه مش عارفه تباصي، فدي مش هتلوم فيها حد غير اللعيبه، يعني دي اساسيات الكوره، يعني الف ب استلم وباصي. النقطه الثانيه ان النهارده بنشوف برده طرد محمد الشناوي بفعل ساذج قوي. انت المفروض كابتن الفريق ما ينفعش تطلع الغلطه دي منك، ودي تاني غلطه نشوفها لحد من الدفاع بعد كوره محمد عبد المنعم قصاد بيراميدز في الكاس. فلازم واقفه كده مع اللعيبه دي كده عشان الحركات دي ما تطلعش من الناشئين. غلطه ساذجه جدا، اتمنى ما نشوفش الحاجات دي تتكرر سواء في افريقيا او حتى في الدوري المصري او في البطولات المحليه، لان انت طبيعي ان انت هتتعرض لاستفزازات من اللعيبه اللي بتلعب قصادك. النقطه الثالثه طبعا وهي خاصه بايقاف كهربا، وهو هيتوقف 12 ماتش ولا 4 ماتشات ولا كام ماتش، وتسريبات هنا وجماهير الزمالك عماله تضغط ان هو يتوقف رغم ان كل دي تسريبات طبعا، فبيضغطوا عشان الكلام ما يتغيرش. وفي نفس الوقت النادي الاهلي وجماهيره بتحاول تقف جنب كهربا. رايي الشخصي ان كهربا غلط وغلطه ملهاش اي لازمه، وانت اصلا في مشكله كبيره لسه ما خرجتش منها، فهو برده تصرف ساذج ملوش 30 لازمه. طبعا العقوبه لو 12 مباراه دي حاجه مبالغ فيها جدا، بس انا ما بنفيش ان كهربا غلط وبصراحه مش وقته. انت بتلصم الفريق عندك. خلينا نشوف كده القصه دي هترسى على ايه. النقطه الرابعه والاخيره وهي خاصه بالحجوزات على تذكرتي. بقالي كام ماتش بحاول احجز ماتشات الاهلي مش عارف. الحمد لله ربنا اكرمني وحجزت ماتش الرجاء، بس انا قاعد من الساعه 11 بالليل لحد الساعه 8 الصبح عشان احجز تيكت. يعني انا لو نازل اقف في طابور من تحت بيتنا لحد منافذ البيع ايام ما كنا بنروح نحجزها تيكت كده بنحجزها وندفع فلوس، كان زماني وصلت اسرع من الطابور اللي وقفته على الكمبيوتر. والحقيقه انا مقدر المشاعر للناس اللي حاولت تحجز وتعبت جدا وما قدرتش، لان انا كنت واحد منهم في الماتشات اللي قبل كده. اتمنى حد من القائمين على تذكرتي يشوف حل للمشكله دي. ما عنديش اي مشكله ان التذاكر كلها تخلص في 5 دقائق. النادي الاهلي فريق كبير وليه مشجعين بالملايين، ويا باشا اللي دخل الاول يحجز مفيش مشكله، لكن ما يبقاش كل الناس داخله في نفس الوقت ومش عارفين يحجزوا تذكرتين على بعض عشان الموقع بيقع. وطابور الانتظار ده ملوش اي 30 لازمه، لان انت بتقعد مستني ساعتين وبعد ما تخش على التيكت بتضيع منك وبترجع تاني من الاول. فلازمتها ايه بقى الانتظار ده؟ اكيد الموضوع ده ليه حل اكيد. يعني عموما ايا كان اللي هيحصل نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي قصاد الرجاء يعمل ماتش حلو ويطلع بنتيجه كويسه تريحه قبل ماتش العوده في المغرب باذن الله. بالنسبه للافضل النهارده محمد هاني، اما بالنسبه للاسوأ فهو عمرو السوليه. في النهايه الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره، الثلاث نقط المهمين جدا جدا جدا. نتمنى نستمر على النتائج دي. ده كان كل حاجه النهارده، ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده. سلام عليكم.